سمحوا لطفلهما بالسفر وحيدا بشرط الاحتفاظ بورقة. شو هذه الورقة اللي احتفظ فيها هذا الطفل؟ كل عام كان والدا الطفل يصطحبانه في القطار ليقضي عطلة الصيف في منزل جده، يتركان هناك ويعودان في اليوم التالي. فأحد العوام قال لهما: لقد أصبحت كبيرا الآن، ماذا لو ركبت القطار لوحدك هذا العام؟ توقف الأبوان عن إسداء النصائح، ولكن قبل أن ينطلق القطار بلحظة اقترب الأب وهمس في أذن ابنه: خذ هذه الورقة يا ابني، لا تفتحها إلا إذا شعرت بالخوف أو بالحاجة للمساعدة. وضع الابن الورقة في جيبه دون اهتمام، ثم جلس وحيدا في عربة القطار. وافق الوالدان بعد نقاش قصير، وهم في اليوم المحدد يقفان على رصيف المحطة، يقرران بعد الوصايا الأخيرة عليه، على الولد يعني، وهو يقول بالتأفف: أعلم ذلك كله، لقد سمعت منكما 1000 مرة. كان الطفل سعيدا بأنه سيسافر المرة الأولى دون والديه. كان مستمتعا برؤية المناظر الطبيعية من المنافذ وبسماع ضجيج الناس من حوله. لكن سؤال مراكب القطار وتعجبه من كونه يسافر دون رفقة أحد ترك شيئا في نفسه وزاد ارتباكه عندما رمقه أحدهم بنظرة طويلة. فجأة شعر بأنه ليس على ما يرام. تحول الشعور إلى خوف. تقوقع داخل كرسيه واغرقت عيناه بالدموع. في تلك اللحظة فقط تذكر همسات أبيه الأخيرة. فتش بيد مرتجفة فعثر على الورقة الصغيرة اللي أعطاه إياه أبوه. فتحها وقرأ: يا ولدي، أنا موجود في المقصورة الأخيرة من القطار. كذلك هي الحياة، نطلق أجنحة أولادنا، نعطيهم الثقة بأنفسهم، ولكننا يجب أن نكون دائما متواجدون في المقصورة الأخيرة طيلة وجودنا على قيد الحياة، فنحن مصدر شعور بالأمان لهم. يعني في نفس الوقت بنكون مع أولادنا، ولكن بنخليهم يعتمدوا على أنفسهم ويثقوا بأنفسهم من خلال إنهم نخليهم لوحدهم، ولكن في نفس الوقت إحنا بنتابعهم ونراقبهم عشان بس إنه نحاول إنهم يعتمدوا على نفسهم ويثقوا بأنفسهم. وهذا اللي حصل مع هذا الطفل، إنه خلوه يعتمد على نفسه ويثق في نفسه، ولكن في نفس المكان إنهم هم معاه، ولكن في المقصورة الأخيرة إنه ما راح يتركوا واحد طفل صغير لسه يروح لوحده، ولكن هم حابين إنه يعتمد على نفسه ويثق بنفسه أكثر. وهنا افتكر الطفل إنه أبوه عطاه ورقة، هذه الورقة مكتوب إنه إحنا معاك في المقصورة الأخيرة.